نلتقي بكم في كل الملاعب، هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك. بنواصل رسالتنا ونواصل رحلتنا من أجل مصر، من أجل شباب مصر، من أجل صحتنا، من أجل ازدهار الوطن. بنلتقي في أولى فقراتنا والكابتن ياسر المدير الفني للكونغ-فو بمركز شباب عابدين. أهلا بك كابتن ياسر. اهلا وسهلا بحضرتك. كابتن ياسر، بدايتك في الكونغ-فو؟ بدايتي كنت بلعب من 18 سنة. لعبت في نادي الشرطة ولعبت في الجزيرة ولعبت في نادي الشمس كعضو رياضي. بعد كده كونغ فو دخلت بطولات القاهرة والجمهورية، وبعد كده لعبت رياضة اسمها كيك بوكسنج برضو متاخدة من الكونغ فو. وبعد كده طبعا اتجهت بقى اتجاه التدريب عشان خاطر يعني اقدر اكمل بقى في الولاد الصغيرين اللي هو يعني اهتم بيهم اكتر، ويعني يقدروا يبقى احسن مننا يعني. أهم البطولات اللي حققتها على الصعيد اللاعب، يعني على الصعيد اللي أنت لاعب مش مدرب. لا، على مستوى القاهرة والجمهورية انا شاركت في القاهرة والجمهورية وحققت في القاهرة مرتين، كان تالت وتاني، واللي بيكسب طبعا في القاهرة هو اللي بينافس في الجمهورية على مستوى المحافظة. ودخلت الجمهورية كانت في تالت جمهورية وتاني جمهورية. إيه قصة الكونغ-فو؟ يعني بعيدا عن الكاراتيه، إيه قصة الكونغ-فو؟ لا، هو اللعبتين مختلفين خالص عن بعض. اللعبة دي صيني الكونغ فو، اللعبة كاراتيه ياباني. ضربات مختلفة. واحنا لعبتنا اقوى شوية لما من المصارعة ومن الملاكمة ومن التايكوندو، يعني ضربات البوكس كلها وضربات الرجلين زي التايكوندو كلها وضربات المصارعة الروماني، حركات الطرحات اللي على الارض. لعبة شاملة العاب كتير يعني. أنا شايف ما شاء الله عندك براعم وناشئين وكبار في لعبة الكونغ-فو. اللي جاي يلعب كونغ-فو بيبقى جاي حاطط في دماغه ان هو عايز يلعب عشان يدافع عن نفسه. هو الالعاب الفرديه لازم طبعا يتعلم يدافع عن نفسه، بس برضه الصحه اهم. يعني هو جاي يحافظ على صحته الصحة والرياضة، يعني هو يعني طبعا. احنا عايزين بطل مثلا، بطل جمهورية، بطل افريقيا، بطل عالمي. العالم ان شاء الله. حضرتك هو الاول بيتمرن لصحته، وبعد طبعا بعد مع التمرين ومع المده يقدر ينافس في بطولات القاهره والجمهوريه وبطولات العالم طبعا في المنتخب. اصل القصة مش عايزين تكون القصة مثلا ان انا جاي ادافع عن نفسي في الشارع في اي مكان. عايزين مفهوم الرياضة بمشتمله في الصحة يعني. لا، هو الرياضه طبعا لا، مش قصه ان انا ادافع عن نفسي بس. الحمد لله الناس كلها هاديه. اللعبه بتدرب النفس. الرياضة عموما بتقوي الصحة وبتحسن الصحة والقلب والجسم بشكل عام. غير ان انت غير بقى قصة دفاع عن النفس والكلام دوت، اهم حاجة الصحة وصناعة نجم في اللعبة نفسها. طبعا النجم لان هو لما بيلعب بطولات كتير وبينافس بيبقى مستواه كويس، بيحافظ على صحته، المستوى الدراسي نفسه، لان الاستيعاب الذهني بيبقى للرياضي احسن من الولد اللي بيمارس الرياضة. ممكن اي حد يا كابتن ياسر يمارس رياضة؟ طبعا الرياضة لكل الاعمار بالنسبة للكونغ فو صغير. حضرتك كالعاب كونغ فو نفسها ممكن لغايه انا فتحت تو لغايه 30 سنه. بعد 30 ممكن ياخدها كشكل صحي اكتر. الوزن، في وزن بيختلف، يعني مثلا عندك واحد جاي عنده سمنه زياده ممكن يلعب كونغ فو؟ حضرتك الكونغ فو لا، لكل الاوزان. يعني ممكن تعمل له برنامج تخسيس. كل وزن لازم بيتدرب بشكل معين، كل حسب الجسم والمرحله السنيه والعمر. كل عمر بيحقق حاجات غير العمر التاني. نلتقي واحد ممارسي رياضه الكونغ فو ولاعبي رياضه الكونغ فو. نتعرف بيك. عبد الرحمن نصر. عبد الرحمن، عندك كام سنه؟ 14. بتمارس كونغ فو من امتى؟ بقالي 7 سنين. عبد الرحمن، الكونغ فو ساعدك على ايه؟ وممارسه الرياضه والكونغ فو خاصه. الدفاع عن النفس بس لا، وصحتي برضو بتزيد والنشاط بتاعي انت بتمارس الكونغ فو عشان تدافع عن نفسك لا، فقط؟ عشان اهتم برضو بجسمي والرشاقة بتاعتي والنشاط. يعني زودك ممارسه الرياضه او الكونغ فو خاصه، زاد عندك النشاط، صح ولا ايه؟ النشاط الجسدي والنشاط الفكري. صح. عبد الرحمن، امنياتك تكون ايه؟ انا نفسي ابقى بطل كونغ فو. بطل كونغ فو. يبقى اذا انت بتمارس رياضه بس عشان الدفاع عن النفس، بتمارس رياضه عشان ترفع علم مصر وتحقق مجد شخصي ليك. ان شاء الله. ديت امنياتك على مستوى اللعب او على مستوى الرياضه. طب امنياتك على المستوى الشخصي بقى، عايز تكون ايه اما تكبر؟
مهندس ان شاء الله. اتمنى لك تكون افضل مهندس مصري ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا ابراهيم. صلاح، بتمارس كونغ فو من امتى؟ انا من سنتين. عندك كام سنه بقى؟ انا عندي 10. سنه كام؟ سنة 5. طيب في البطل ما بيبقاش مخضوض كده يا صلاح، بيبقى واقف كده جريء. طيب صلاح، ليه الكونغ فو اللي مارسته يعني؟ عشان ابقى قوي وادافع عن نفسي وادافع عن اهلي. مين قال لك مارس كونغ فو؟ بابايا. ليه؟ عشان ابقى قوي وادافع عن نفسي وادافع عن انت مش مقتنع بممارسه كونغ فو؟ لا. ولا بابا اللي اجبرك انك تمارس كونغ فو؟ لا، هو انا الحقيقة انا مقتنع بيها وبحبها. اه. طيب انت بتحبها، ليه ما اخترتش مثلا الكاراتيه؟ عشان انا ما بعرفش العبها. يعني انت حبيت الكونغ فو، اتفرجت عليه مثلا في التدريب حبيته. طيب استفدت ايه من ممارستك للكونغ فو؟ حافظت على صحتي وزادت قوتي ومهارتي. حافظت على الصحه، وايه تاني؟ ونشاطك الفكري. طيب الرياضه بتعطلك عن الدراسه؟ لا، انا بطلع من الاوائل. نبص الكاميرا صح؟ لا، ما بتعملش يعني اذا الرياضه بتساعد على التحصيل الدراسي. طيب الناس اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وما بيمارسوش رياضه تقول لهم ايه؟ اقول لهم لازم تمارسوا الرياضه عشان صحتكم وعشان نشاطكم وعشان تفكيركم العقلي. احنا بنتمنى لك يا عبد الرحمن تكون من ابطال مصر ان شاء الله، مش دي امنياتك؟ طبعا. ابطال العالم ان شاء الله. ترفع علم مصر ان شاء الله. ان شاء الله. نشكرك يا عبد الرحمن، وبنتمنى لك يا صلاح، وبنتمنى لك التوفيق. شكرا. نشكركم، وانتظرونا الفقره القادمه وبرنامج صحتك في لعبتك. اهلا بكم، بنواصل رسالتنا ونواصل رحلتنا في صحتك في لعبتك. نتعرف بيك. عبد الله ناصر. عبد الله. عبد الله. عبد الله، انت يعني البطل اللي بيمارس رياضه بيكون بطل رياضي كده، بيكون جريء يعني. علي صوتك، عايزه يبقى عالي بقى. ولا لازم يتغذى كويس ده انت حافظ بقى. طيب عبد الله، استفدت ايه من ممارسه الرياضه؟ بقيت شجاع اكتر وبقيت رياضي اكتر. عشان انت الاول ما كنتش شجاع؟ لا، كنت شجاع بس بقيت اكتر. بص للكاميرا. بقيت شجاع اكتر يعني زادت الشجاعه عندك بعد ما مارست الرياضه. وبقدر ادافع عن نفسي. طيب وصحتك اخبارها ايه؟ لا، الحمد لله كويس. انت عايز تاكل يا عبد الله شويه عشان انت شكلك كده يعني نحيف، وبعدين صوتك يعني واطي يعني. عشان طيب اضافت لك بقى ايه لعبه الكونغ فو؟ الشجاعه وغير الشجاعه بقى. استفدت من الضربات والحاجات دي ان اقدر ادافع عن نفسي في الشارع. انت بتمارس الكونغ فو من امتى؟ 7 سنين. 7 سنين. ليه انت عندك كام سنه؟ انا عندي 12. 12 سنه، ما شاء الله. مين اللي دفعك انك تلعب كونغ فو؟ بابايا ومامتي. في بابا وماما حد فيهم رياضي؟ لا. طيب. بس هو بيمارس معانا في البيت. بيمارس معاك كونغ فو؟ انت اللي بتعلمه بقى ولا هو اللي بيعلمك؟ لا، هو ساعات يعني. مش هو ما بيمارس الرياضه؟ لا، هو ساعات بيجي يعني يتدرب معانا. يتدرب معاكوا يعني. مين اللي بيكسب بقى، انت ولا بابا؟ لا، بابا. طيب تقول ايه اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي وما بيمارسوش رياضه؟ اقول لهم الرياضه جميله ولازم تمارسها عشان تبقى شجاع وتقدر تدافع عن نفسك. انا بشكرك يا عبد الله، وبتمنى مزيد من الشجاعه لك، وبتمنى التوفيق لك، وتبقى ان شاء الله احد ابطال مصر. شكرا. وبنلتقي مع احد البراعم في الكونغ فو. بنتعرف بيه. محمد احمد. البطل، احنا عايزين البطل بقى يبقى واقف قوي كده، ويبقى صوته عالي. محمد عندك كام سنه؟ 8. طب نبص للكاميرا كده وما نخافش. مش انت شجاع؟ والشجاع ما بيخافش، ما بيبقاش عنده هيبه كده يعني، ما تتحركش. طيب محمد، انت قلت لي عندك كام سنه؟ 8. بس انا ما سمعتكش. 8. ايوه كده. 8 سنين. بتمارس الكونغ فو من امتى؟ من 3 سنين. من 3 سنين. ليه الكونغ فو اخترتها؟ ايه؟ ليه لعبه الكونغ فو اللي اخترتها؟ عشان لعبة الكونغ فو دفاع عن النفس، وما تخليش حد يضربك ولا يضايقك. بس كده؟ انت قبل ما تمارس كونغ فو كان حد بيضربك ويضايقك؟ لا. طيب يعني انت المفروض احنا بنمارس رياضه عشان بنحقق فيها ذاتنا، ووقت فراغنا بنستثمره في الرياضه.
صح. انت عايز تبقى ايه بقى؟ عايزة ابقى بطل طبعا. بطل ولا تدافع عن نفسك بس؟ لا بطل. احنا ندافع عن نفسنا بعلمنا، بثقافتنا، بديننا، باخلاقنا، وبعد كده الرياضه ديت اخر حاجه بقى ندافع بيها عن نفسنا. صح. صح. بس احنا عايزين البطوله الاول. ماشي. طيب نفسك تكون ايه اما تكبر؟ مهندس. مهندس ايه؟ مهندس صناعي. مهندس ايه؟ صناعي. بنتمنى لك تكون افضل مهندس وتكون افضل لاعب كونغ فو في مصر، ونشوفك لاعب في منتخب مصر ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، انا بشكرك جدا. شكرا. بنشكركم وانتظرونا الفقره القادمه وبرنامج صحتك في لعبتك. شيء جميل انك تقف في وسط براعم، ربنا يدينا العمر ونشوفهم ابطال لمصر ان شاء الله. بنتعرف بيك. اسمي محمود منصور محمد احمد. محمود منصور محمد احمد. محمود عندك كام سنه؟ عندي 11 سنه. طب نبص للكاميرا. عندي 11 سنه. في سنه كام؟ طالع سنه 6. بتمارس رياضه من امتى؟ بقالي سنه. يعني مارست قبل الكونغ فو ولا هو الكونغ فو؟ كونغ فو. ليه بقى مارست كونغ فو؟ ليه؟ عشان ادافع عن نفسي مخليش حد يضربني. انت كان في حد بيضربك قبل كده؟ لا. حد بيضربك في البيت؟ لا. بابا بيضربك في البيت فانت عايز تدافع عن نفسك؟ وعشان احافظ على صحتي بقى. ايوه نحافظ على صحتنا. ما اكلش حاجات تضره واتمرن كويس و انت سعيد وانت بتمارس الرياضه؟ اكيد. كونغ فو خاصه؟ اه. بتحلم بقى تكون بطل كده بحلم. اتفرج عليك في التلفزيون وكمان بحب اطلع ملاكم كبير. يعني عايز بجانب الكونغ فو تبقى لاعب ملاكمه؟ يعني ما يمنعش، يعني مفيش مشكله. انا قصدي ملاكم في الكونغ فو. ملاكم في الكونغ فو. طيب ما تشرح لنا بقى، تشرح كده للي بيتفرجوا علينا، المشاهدين واللي زيك كده بيتفرجوا علينا. ماشي. في ملاكمه في الكونغ فو؟ واحنا بنتعلم اللي هي زي الكيك بوكس كده. ايوه. احنا برضو بنتعلم هنا البوكس والرجل والطرحات. عندنا ابطال عالم في الكيك بوكس على فكره، مصريين. اكيد مصر بقى العالم. مصر ولاده. طيب نفسك تكون ايه اما تكبر؟ نفسي اكون ملاكم كبير وفي الكونغ فو واطلع بطولة العالم واكسب ان شاء الله. ان شاء الله، وترفع راية مصر وعلم مصر وتكون احد ابطال العالم المصريين. بنلتقي واحد البراعم. تعرف بيك؟ عبد الله ماهر. نعلي صوتنا يا عبد الله بقى، انت بطل. عبد الله ماهر. عندك كام سنه يا عبد الله؟ نبص 10. للكاميرا. 10. 10 سنين معقوله؟ انت مش بتاكل كتير يا عبد الله؟ لا انا باكل كتير وبحافظ على صحتي. انت عندك كام سنه؟ 10. 10؟ طيب بتمارس الكونغ فو من امتى بقى؟ من 3 اشهر. انت في سنه كام يا عبد الله؟ دخل رابعة. رابعه؟ رابعه ابتدائي. ايوه ان شاء الله. ماشي. طيب عايز تكون ايه اللي عايز تكون ايه اما تكبر؟ كابتن ملاكمة كده ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. نتعرف بيكي. انا هاجي معاك اهو. نتعرف بيكي. شاهندة ماهر. انت اخته؟ شاهندة، انتوا الاثنين بتمارسوا رياضه؟ ايه؟ انت بنوته حلوه كده وبتمارسي رياضه؟ لا. انت حابه كونغ فو يعني؟ حابه انك تلعبي كونغ فو؟ طب نبص للكاميرا يا شاهندة. طيب تقولي ايه انت عندك كام سنه يا شاهندة؟ 7. 7 سنين ما شاء الله. طيب شاهندة، البنانيت الحلوين اللي زيك كده اللي ما بيمارسوش رياضه تقولي لهم ايه؟ مش عارفة. تقولي لهم يمارسوا رياضه ويلعبوا كونغ فو بس عشان صحتهم. كونغ فو. عايزه تكوني ايه اما تكبري؟ عايزة تكون انا هدافع على نفسي وتبقي بطله. بطلة. ربنا يوفقك يا شاهندة وبشكرك جدا. شكرا. شكرا. في
كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا الأسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج صحتك في لعبتك، انتظرونا.